النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي، وصفة قديمة من أيام الخير والناس الجميلة بتاعت زمان. محشي الخس. وصفة سهلة وبسيطة، اللي هو الأخضر اللي انتوا شايفينه ده شبه ورق العنب، بس طعمه أحلى بكتير. حاجة كده في حتة تانية. هنبتدي نعمل الخلطة بتاعتنا دي. حوالي ربع كوباية من الزيت، هنزل عليهم بتلات أربع بصلات متقطعين، يا ريت تقطعيهم ناعم شوية، وهديها تشويحة لحد ما تبقى لونها ذهبي. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة، وهديها تشويحة عشان اطلع طعم المادة الحافظة. وهنزل عليها بلتر من الطماطم مضروبه في الخلاط بس مش متصفيه، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون وفركه من النعناع ما بين ايديا كده تطلع ريحه حلوه. وهسيبها تتصلص معايا لحد ما توصل للمرحله دي. الزيت بقى على وشها كده بقى بيلمع، وبقت لونها حلو وقصرت معايا. بس هطفي عليها. معايا بقى حزمه من البقدونس والكزبره والشبت متقطعين ناعم، ونص كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي. هنزل عليهم بالخلطة بتاعتي، الصلصة بتاعت المحشي، وهنزل بالخضرة. وانا بحب احط عليهم بصلاية مفروكة بملح وفلفل اسود عشان تدي طعم حلو للمحشي. وهنزل عليهم بشوية من النعناع كمان، وشوية من الزيت وملح، واظبط البهارات بتاعتي زي ما انا عايزة. بس الخلطة خلصت. هجيب بقى ورق الخس اقطعه واغسله وهحطه في مية وملح. انا مش بحب اسلقه، بحطه بس مسافة ما بعمل الخلطة في شوية مية وملح، بتلاقيه دبل معاكي كده وطري. هحط شوية كده في القعر الحلة من تحت عشان ما يتلسعوش، وهبتدي احشي عادي خالص كأني بحشي ورق كرنب، بمنتهى الصورة زي ما انت شايفة كده. سهل وبسيط وطعمه حلو جدا. بجد اللي ما جربوش لازم يجربوه، أكلة اقتصادية وطعمها حلو. يعني لو جبتي كام خصاية وطلعتي منهم الورق وعملتي حلة محشي ما كلفتيش حاجة، والطعم في حتة تانية حقيقي. بجد طعمه حلو قوي، احلى من ورق العنب واحلى من الكرنب، وطعمه حلو وخفيف جدا. انا هكمل الحشو، وانا كان معايا كام ورقة كرنب، هحشي حلة كرنب على ورق خاص، وهظبطها كده وهنزل عليها بشوربة. مقدار الشوربة يدوب يغطي اول طبقة من المحشي، اول طبقة بس، واسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب الميه بتاعته، الشوربه الجميله بتاعتنا دي. وبعد كده اهدي عليه نكمل سوا. هيطلع معايا بالطعامه دي. ابتدي بقى انزله في الحله كده. بصوا الجمال، بصوا شكله حلو ازاي. والله ولا محتاج ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، هو كده طعمه حلو وغدوه جميله، ويعتبر كلفتك مبلغ قليل، وشكلها جميل، وهتغذي العيله كلها وتشبع الناس اللي موجوده في البيت، وهيبقوا مبسوطين. وبألف هنا وشفا.